وبتبدأ قصتنا سنة 2017 بفرح دي وآن، وبنشوف أهلهم وأصحابهم مبسوطين وبيرقصوا، والعريس وأصحابه بيرخموا وعاوزين يدخلوا على العروسة، وصاحبتها بتقول لهم خلي بالكم ده فال وحش إنك تشوفها قبل ما تجهز، والعروسة بتدور على سون، نعم ده طلعت بنتهم وبتحضر فرحهم، يلا منهم لله. والحقيقة إنهم كانوا مبسوطين جدا، وفضلوا على كده 5 سنين. وفي سنة 2022 بنشوف آن وهي بتتصل بالطوارئ وبتصرخ عشان حد ينجدها، وجوزها مرمي على الأرض وبينزف، وهي مش عارفة تعمل له حاجة ولا عارفة مين عمل فيه كده. وللأسف جوزها بيموت، وبتشوف جنازته تاني يوم وما فيهاش غير أن مراته وبنته وأصدقائهم، حتى أهلهم مش موجودين. وبعد الجنازة الشرطة بتستدعي مراته عشان تحقق في القضية، وبنتفاجئ إنها ست غريبة جدا، هادية وبتضحك ولا كأن جوزها لسه مقتول امبارح. إيه يا ولية تكونيش أنت اللي غزتيه؟ وده اللي خلى المحققين مستغربين منها ومش فاهمين ردة فعلها الغريبة، وكأنه بالنسبة لها هم وانزاح. وبدأت تحكي لهم عن دي وإنه ولد وحيد وما عندوش إخوات، ووالده ووالدته توفوا وهو في الثانوية، أما هي فأهلها توفوا من بدري وكملت حياتها في دار أيتام. وده بيشرح لنا سبب غياب أهلهم عن الجنازة. وبتسألها المحققة عن المرسم اللي جوزها اتقتل فيه وكانت فين وقت الحادثة، ووقتها بنعرف إن أن هي وجوزها رسامين، وإنها شغالة مدرسة رسم في مدرسة ثانوي، وكانت سرحانة وهي بتتكلم وبترسم في صورة واحدة. فالمحققة بتسألها عنها، قالت لها إنها شافتها خارجة من المرسم يوم الحادثة، وإنها كانت في مشوار، وأول ما رجعت ودخلت المرسم لقت جوزها مرمي على الأرض والنزيف في كل مكان، وأكيد المجرم خرج قبل ما تيجي. والمحققة بتقول لها إن جوزها في اليوم ده لغى كل مواعيده ورفض أي مقابلات، مفيش غير بنت واحدة بس هي اللي جات له مع إنه طلب منها ما تجيش، وقام بتفهمها إنها صديقته وبيعاملها على الأساس ده ومفيش بينهم أي حاجة. والبنت كمان شايفاها مثلها الأعلى، واليوم ده كان رافض أي زيارات لأنه كان وعدها إن هم يقضوا اليوم ده مع بعض بسبب انشغالهم اللي خلاهم بعاد عن بعض الفترة دي. وواضح كده إن هم عايزين يتشاقوا ويجيبوا أخر البنت سوب وكده، بس المحققة ما كانتش مقتنعة بكلامها ولا برد فعلها، وبتوريها شالو وبتسألها بتاع مين ده، فبتقول لها إنه بتاع نفس البنت اللي بيحكوا عنها، وبياخدوا استراحة من التحقيق وبيخرجوا يولعوا لهم سيجارتين. ووقتها المحققة بتلاحظ كدمة على إيد آن، وبتتخيل إن دي خبطة اتخبطتها وهي بتقتل جوزها، وبتتأكد من تحليلها لما بتسألها عن الكدمة، فبتقول لها أنا إن جسمها حساس قوي وأي خبطة بتاخد وقت على ما بتروح. وبعدها بيكملوا التحقيق معاها وسط استغراب من أسلوبها وطريقتها وضحكتها اللي مش بتتشال من على وشها، لدرجة إن هم ما بقوش فاهمين حاجة ولا عارفين يتعاملوا مع القضية، دول حتى محتارين يسيبوها تمشي ولا يسجنوها على ذمة القضية. وده بيخلوهم يطلبوا مساعدة المدعي العام سيونج، وبيشرحوا له كل اللي حصل بالظبط وإن هم مش عارفين يتصرفوا، فبيوافق ويروح معاهم. ومن أول لحظة بيشوفها وبيشوف نظرات عينيها وصورها وهي واقفة في موقع الجريمة، كل ده خلاه يشك فيها وبيطلب منه يسلموها أوراق القضية ويمشوها لأن مفيش دليل إدانة ضدها. ومن أول يوم ليه في القضية بيبدأ يراقبها وبيعرف بتروح فين وبتيجي منين، وبيشوفها وهي بتشتري بيرة، الله دي عايزة تسكر، وبيستغرب ازاي عايشة حياتها كده وجوزها لسه مقتول من كام يوم. منك لله يا بعيدة، ده الراجل لسه دمه ما بريتش. وبيفضل ماشي وراها بالعربية وبيشوفها بتنظف طفاية السجاير بتاعة العربية وبترش معطر على هدومها قبل ما تجيب بنتها من المدرسة عشان ما تاخدش بالها ان امها بتدخن، وبيفضل مصر يمشي وراها وعايز يتأكد من شكوكه فيها. وبيشوفها في بيتها وهي بتعرض هدوم واكسسوارات جوزها للتبرع الخيري على مواقع الانترنت، وبيستغرب انها عايزة تنساه بالسرعة دي وبتتبرع بحاجته. وتاني يوم بيشوف لها فيديو على النت في المدرسة وقد ايه كمية الرقة واللطافة اللي هي فيها وانها مستحيل تقدر تقتل. وفي نفس الوقت بيجيله تليفون من المحققة زميلته وبتقوله ان البصمات اللي كانت في مسرح الجريمة اتمحت بمادة بتستخدم في إزالة الآثار في المرسم، وبكده ما بقاش فيه دليل على القاتل لأن مفيش بصمات أصلا. وعلى طول بيروح على مكتب آن يمكن يوصل لحاجة، وهي كده كده في الفصل مش هتشوفه، وفعلا شكه بيطلع في محله وبيلاقي فواتير ل10 عبوات من المادة اللي بتمحي الآثار دي في مكتبها، وكده بقى شبه متأكد إن هي اللي عملت كده. وهو خارج بالمكتب بتشوفه، بس هو بيقول لها إن ولي أمر واحد من الطلاب في المدرسة، وتاني يوم بيستدعوا البنت اللي دي كان بيعرفها وبيحققوا معاها، بس برضه ما بيوصلوش لحاجة. فسيونج بقى بيقترح إن هم يواجهوها مع آن ويراقبوهم ويعرفوا بقى ردود فعل الاتنين، وفعلا بيواجهوهم ببعض. وقام بهدوءها المعتاد بتسألها ايه اللي وداها المرسم في اليوم ده بالرغم انه قال لها ما تجيش، فهل ده حب وهل كان متبادل ولا من طرفها هي بس، وده سبب بعده عن بيته ومراته فترات طويلة كده. للأسف البنت اتوترت وانهارت من العياط، وده أكد شكوك آن بأنهم كانوا على علاقة ببعض. وسيونج هو كمان ما بييأسش، راح للمرسم موقع الجريمة وفضل يدور لحد ما اكتشف حاجة مهمة جدا، إن الأداة اللي حصلت بها الجريمة اتبدلت ومش نفس اللي لقاها في مسرح الجريمة يوم الحادثة. وبنشوف المحققين راحوا الآن وبيعرفوها إن هم اكتشفوا إن البنت دي ملهاش علاقة بالجريمة، وإنهم لقوا سواق التاكسي اللي أكد لهم إنه روحها قبل ميعاد الجريمة، وبكده مفيش غير متهم واحد في القضية دي وهي آن، وبيقبضوا عليها وبياخدوها على الاسم وبيروحوا على مكتبها في المدرسة وبياخدوا اللابتوب بتاعها
وكل الأوراق الموجودة فيه حتى رسومات الطلبة، وأول ما بتوصل الاسم سيونج بيواجهها بجريمتها، لا وبيشرح لها خطواتها كمان، وإنها دخلت المرسم وناوية تصالح جوزها، بس للأسف بتشوفه في وضع مش كويس وبيلبس قميصه بسرعة، ولأنه كان شارب ومش في وعيه، فدي كانت فرصة عشان تضربه على دماغه وتجيب أداة حادة وتغرزها في رقبته، وبعدها دلقت المادة اللي بتمسح الآثار واللي هي عارفاها كويس بما إنها رسامة، وبعدها بتبدل أداة الجريمة وبتحط واحدة تانية جنب الجثة، وإنه لا الأداة الأصلية وعليها بصماتها كمان، ودلوقتي خلاص ما بقتش تقدر تنكر جريمتها، بس هي بتنكر ده وإنها مظلومة وكل الكلام ده ما حصلش، لكنه بيكمل اتهامه ليها وبيطلع لها الرسمة اللي هي رسمتها، وقالت إنها شافتها خارجة من عند جوزها، مع إن كاميرات المراقبة أثبتت إن مفيش حد دخل أو خرج من المرسم في اليوم ده، وبعدها بدأ يضغط عليها نفسيا وفكرها بأيام وجودها في المعهد لما زقت زميلتها وقعتها من على السلم، وفي التحقيقات قالت إنها عملت كده عشان غيرنا منها، أما في المدرسة كل تلاميذها بيقولوا إنها طيبة ورقيقة، ودلوقتي لازم تعرفوا هي أنهي شخصية من الاتنين، المجرمة ولا المدرسة اللطيفة، وبيسيبها ويمشي، وبعدها بيرحلوها للسجن اللي بيعاملها معاملة سيئة جدا، وبالليل بتنام على الأرض وبتكون منهارة من العياط، والسجينات التانيين بيفضلوا يتريقوا عليها لأنها قتلت جوزها، وإزاي واحدة تستحمل على نفسها تقتل أبو عيالها وهي سامعة كلامهم ومش مديهم أي اعتبار ومقضيها عياط وبس. وتاني يوم بيجيبوا لها المحامي وبيتكلم معاها لكنه مش بيصدقها وبيكون مقتنع إنها مجرمة، وده بيعصبها وبيخليها تجرح نفسها، وسيونج وقتها كان بيراقبهم من ورا الإزاز عشان يشوف ردود فعلها وشايف إنها ممثلة كبيرة، وخصوصا إنها عارفة إنه مراقبها. وبنرجع بالزمن وقت الحادثة وقام رايحة لجوزها، وفعلا بتشوف حد ملثم زي اللي رسمته في التحقيقات خارج من المرسم، ولما بتشوفه بتستخبى منه لحد ما بيمشي، ولما بتدخل بتلاقي جوزها مرمي على الأرض والنزيف في كل مكان، وبتوقع ازازة البيرة اللي كانت جايباها على الأرض. والناحية التانية بنشوف بنت قاعدة مع زوجين بيطلعوا في الروح، أيوة، وهي قاعدة بتتفرج عليهم ومش مهتمة غير بفيديو سجن آن اللي بيتعرض على التلفزيون وهي مترحلة على السجن. وبنشوف البت دي بتقلع باروكة كانت متنكرة فيها وشكلها كده بتحاول تخفي شخصيتها لسبب ما، وبتبتسم لما بتشوف عياد آن وهي بتقول إنها مظلومة. وتاني يوم بياخدوها عشان تمثل الجريمة وبتفتكر كلام المحامي وهو بيفهمها إنها لازم تعترف بجريمتها وإنها كانت بتدافع عن نفسها وإنه خانها كمان، وده لأن الاعتراف هيقلل العقوبة، إنما لو أنكرت وكل الأدلة ضدها فهتمتص حكم مدى الحياة، غير إن بنتها بكرة تكبر وتفهم الموضوع. وبالفعل بياخدوها على المرسم وهي بتمثل الجريمة، انهارت وما قدرتش تكمل وأنكرت إنها قتلته لأنه جوزها وأبو بنتها ومستحيل تعمل كده فيه، أصيلة يا أم سماح. وفي المحكمة القاضي مستغرب هي ليه اعترفت وطلبت تمثل الجريمة وهي بريئة، بس انهارت وقالت له إزاي أقتل جوزي وهو اللي بنتي إيه، والقاضي بيطلب يعيدوا النظر في القضية وبتخلص المحاكمة. وفي الناحية التانية بنشوف البنت اللي قتلت الزوجين بتتفرج على قضية أنف التلفزيون وبتشوف المحاكمة وصلت لحد فين، وبعدها بتبعت بث مباشر للشرطة وبتوريهم الجثتين، وفورا الشرطة بتتحرك على هناك وبتقبض عليها من غير مقاومة منها وبيحققوا معاها، والصراحة بتعترف على نفسها زي ما بلغت عن نفسها، ده إيه السهولة دي، وبتحكي لهم إنها بتشتغل عندهم في عيادة الأسنان بتاعتهم بقالها سنة وسوء معاملتهم ليها خلاها تحط لهم سم في الأكل وتموتهم، يلا في داهية. كانت غريبة وهادية وتصرفاتها محسوبة جدا ولا في توتر ولا خوف، وشكلها بنت لطيفة وجميلة نفس اللي حصل مع آن، وواضح كده إن هما الاتنين عندهم ثبات انفعالي غريب. والمحققة بتلاحظ إنها بتقطع في صوابعها فبتسألها صوابعك مالها وبتقطعيهم ليه، لكنها بترد بكل برود إن شغلها في العيادة كان بيعرضها للمواد الكيماوية، وبتقول لهم إن صوابعها ما تهمهمش في حاجة بس انتوا خايفين على البصمات، لأن طبعا ملهاش بصمات من كتر التقطيع فيهم. وطلبت منهم قهوة بكل هدوء وسط استغراب من الكل، ولما ما عرفوش يوصلوا معاها لحاجة اتصلوا بالدكتور النفسي يجي يشوفها ويحكم على قواها العقلية، وبيدخل لها الدكتور وبيتكلم معاها وهي بترد عليه بكل حكمة ورزانة، وبيسألها عن قطتها وهل ممكن تأذيها، فبترد عليه بكل هدوء وإنها مستحيل تعمل كده في حيوان بريء. فالدكتور واجهها ازاي تعملي كده في بني ادمين ومستحرمه تعملي كده في قطه، لكنها بتقول انهم يستاهلوا بسبب اللي عملوه فيها، وبتحكي له انها فضلت جنبهم عشان تتفرج عليهم وهم بيطلعوا في الروح وكميه الالم اللي حسوا بيها وانها خلصت حقها منهم. فطبعا الدكتور قال دي مجنونه وطلع كروت من جيبه يعمل لها اختبار ذكاء، بس هي احرجته وعرفته ان الاختبار ده بس بيتعمل للمختلين وهي مش مختله، وانه حتى مش عارف يعمل شغله صح، واستغرب انها عرفت كل ده. وبياخدوها على السجن والاعلام كله واقف مستناها بره عاوزين يعرفوا هي عملت كده ازاي وليه، واول ما بتخرج بيستلموها اسئله وهي مش بتجاوب على اي حد فيهم، لحد ما صحفيه بتسالها عن شعورها تجاه ابنهم اللي اتيتم بسببها،
وفي اللحظة دي بتخرج عن شعورها وقالت لها ابنهم مش المفروض يزعل لأنهم يستاهلوا، لو يعرف عملوا إيه مش هيزعل عليهم. وده بيخلي كل الصحفيين يبصوا لها باستغراب وهي بتركب عربية الترحيلات. وبنروح على السجن وبنشوف صاحبة آن جاية تزورها وبتقول لها إنها ودت سون بنتها لدار رعاية عشان ابنها عرف إن أمها قتلت أبوها وخاف منها. فآن سمعت الكلام ده ورجعت على الزنزانة منهارة من العياط على بنتها اللي حياتها اتدمرت بسببها. وجت واحدة من الساجنات فضلت تشتمها وتستفزها لحد ما هجمت عليها آن. وبنشوف مول البنت اللي قتلت الزوجين بتوصل للسجن اللي فيه آن، والمشرفين بيستغربوا جسمها اللي كله خدوش وهي في طريقها للزنزانة بتشوف آن ودماغها مفتوحة وبتنزف. والظاهر كده لما اتشجعت وهجمت على الست في الزنزانة خدت علقة محترمة، فمام بتبص لها وهم شايلينها وبتفتكر انها شافتها في التلفزيون وكانت متابعة قضيتها. وبتوصل قال للدكتورة اللي هيخيط لها الجرح، وهنا بنعرف ان هي اللي خبطت دماغها في الحيطة وان الست ما ضربتهاش ولا حاجة. اما مو السجينة الجديدة فالستات في الزنزانة حبوا يرحبوا بيها وعملوا لها حفلة ضيافة وموتوها بالضرب، لكنها كانت هتموت واحدة فيهم واللي أنقذها بس إن هم ضربوا الجرس وجم الحراس حشوا عنها وبيحطوها في زنزانة انفرادي. بس بمجرد ما دخلوها فضلت تصرخ جامد بحجة إن في عنكبوت وهي عندها فوبيا منه، وعشان كده بيودوها زنزانة غيرها بس المرة دي بقى مليان عناكب. وبنشوف إن هم أصدقاء وبتتعامل معاهم عادي، وبنعرف وقتها إنها صوتت في الزنزانة القديمة لأن الجديدة جنب زنزانة آن، وعملت كده بس عشان تكون جنبها وبدأت تحكي معاها من ورا الحيطة. بس آن استغربتها وفضلت تقول لها أنت مين، فمو بتعرفها إنها كانت متابعة أخبارها في التلفزيون وإنها تقدر تخرجها من السجن بس بشروط طبعا. فقام بتسألها هتخرجين إزاي، فردت عليها وقالت لها إنها متهمة بجريمة قتل وكده كده هتتسجن فمش هتفرق بقى معاها قضية قتل تانية عادي، يعني كده كده نفس العقوبة، وهتعترف إن هي اللي قتلت جوزها. وبنشوف آن بعد أسبوع بتخرج من الحبس الانفرادي، وأول ما بتدخل الزنزانة بتسألهم عن الجرايد وبتلاقيها وبتكون مهتمة جدا إنها تعرف حكاية مو وإيه اللي حصل في قضيتها، وفعلا بتعرف كل حاجة عنها وبتبدأ تفكر في الموضوع، وخصوصا إنهم عرفوها إن المحامي بتاعها ساب القضية. أما موفا بتطلب تشوف المحامي بتاعها وبتعرفه إنها عاوزاه يطلب من المحكمة يحددوا لها ميعاد الجلسة وتتعرض على النيابة. فالمحامي بيستغرب من طلبها وخصوصا إنها اتقبض عليها متلبسة واعترفت بجريمتها، بس هي أصرت إنها تتعرض على النيابة. ويوم القضية بنشوفها وهي بتاخد شاور وجسمها كله خدوش ومحدش فاهم هي مخبية إيه. وبالفعل بتروح المحكمة وقدام القاضي بتعترف إنها قتلت حد تالت غير الراجل ومراته، وده خلى المحكمة كلها تتقلب والصحفيين يجروا عليها والتلفزيون يذيع الخبر. فالقاضي بيسألها أنت قتلت مين؟ فبترد عليه بكل هدوء أنا اللي قتلت جوز المدرسة آن. فالكل بيتصدم من الخبر، وبكده آن هتاخد البراءة وبيرجعوها السجن تاني. وبكون المطره بتمطر وبنشوفها بتجري تحت المطر ومبسوطة ومستمتعة جدا بالجو ولا كأنها يتحكم عليها في قضيتين قتل. وبتبص الآن إنها عملت اللي عليها وجه دورها بقى تنفذ الشرط اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو ايه. وبعد اعتراف مو في المحكمة وبراءة آن، الرأي العام كله بيتقلب على الحكومة لأنهم سجنوا أرملة بريئة حزينة على وفاة جوزها وإنهم ما عرفوش يعملوا تحرياتهم صح. وطبعا كلام مو محدش يقدر ينكره، وخصوصا إنه كان قدام هيئة المحلفين وفي المحكمة اللي لها قدسيتها. أما سيونج بقى متأكد إن المدرسة هي اللي قتلت جوزها وهيكمل تحرياته لحد ما يثبت ده أو يستقيل خالص. وبيجي يوم الترحيل وبيركبوهم الاتنين العربية وبيطلقوا على مو لقب الساحرة، وهم في الطريق بيتخانقوا بيقطعوا بعض والحراس بيحوشوهم عن بعض بالعافية. وطبعا كلنا عارفين إن كل ده تمثيل عشان يضللوا الناس. أما سيونج بقى لما شاف فيديو الخناقة اتأكد من كلام إن هم بيمثلوا، وبعدها الاتنين وصلوا للتحقيق معاهم وقام بتكون ساكتة ومش حابة تحكي مع حد، وده طبعا لأنهم ظلموها وسجنوها. وسيونج بيقول لهم سيبوها مش هي المهمة، التانية أهم، ويقصد مو الساحرة، وبيطلب منها تحكي له اللي حصل ليلة الحادثة. والغريبة بقى إنها حكت له كل حاجة حصلت بالظبط ومثلت له الجريمة أحسن من آن نفسها. وبيفتكر آن وهي بتمثل الجريمة وارتبكت ومعرفتش تكمل، إنما دي فاكرة كل التفاصيل. وبيطلب منها ترسم له المرسم من جوه، وفعلا رسمته بكل دقة وأكدت له إنها القاتلة لما قالت له إن في وشم على رقبة الضحية. وبيستغرب إنها فاكرة كل تفصيلة مع إن القضية عدى عليها أكتر من 5 شهور. قالت له إن الذاكرة عندها قوية وما بتنساش، واللي بيسمع كلامها أصلا يقول إن هي اللي قتلته مش بتكذب. ده حتى كلامها خلى سيونج يتأكد إنها صادقة في كلامها. بس إزاي يا جماعة، ده متفقة مع مراته ودي تمثيلية، هتقلب بجد ولا إيه؟ وسيونج بيروح للمدير بتاعه اللي بيتعصب عليه عشان مش عارف يحل حتة قضية زي دي، وبيقول له ازاي بعد 5 شهور وفاكره كل التفاصيل دي، وبتحكي الموضوع عادي كده كأنه قصة ولا متوترة ولا زعلانة. ده حتى لحد دلوقتي ما عرفناش دفعها كان ايه من قتله، انا حتى مش عارف احدد اذا كانت بتكذب ولا بتقول الحقيقة. فالمدير بيقول له يا عم دي مجنونة اصلا. وبيجي لهم تقرير من السجن انهم اتسجنوا في حبس انفرادي جنب بعض في نفس الوقت، وسيونج بيتاكد ان هم طبخوها سوا بس ما عندوش دليل على كلامه.
فبيجري فورا يطلع قرار بزيارة السجن، وقبل الفجر بيكون هناك، ما هو لازم يكشف اللي حصل، وبيدخل بسرعة على الزنزانتين اللي اتحبسوا فيهم انفرادي عشان يعرفوا يتكلموا مع بعض ازاي. والحارسة بتأكد له إن الزنازين كلها كاتمة للصوت ومستحيل يتواصلوا إلا لو علوا صوتهم على الآخر، وده ما حصلش وإلا كنا هنسمعهم. فضل يفحص الزنازين عشان يتأكد إن مفيش أي فتحة يتواصلوا مع بعض منها، بس للأسف برضه ما وصلش لحاجة. وهو خارج واحدة من السجينات قالت له إنها بتشيل العازل وبتتكلم مع الزنزانة التانية، وده خلاه يرجع الزنازين تاني، وبالفعل بيلاقي لوح متشال من العازل، فبيرجع للزنازين اللي كانوا فيها مو وآن، بس للأسف دول الوحيدين اللي ما فيهمش العازل متشال، يعني ما تواصلوش مع بعض. وبنشوف مو وهي بتفتكر لما كانت بتسد الفتحات بالرز وهي بتاكل، اما سيونج فبيتعصب جدا انه مش عارف يوصل لحاجه معاهم، حتى الزنزانه المشتركه فحصها وبرضه مفيش اي دليل ضدهم، فبيطلب منهم يقلعوا كل هدومهم عشان يفتشهم تفتيش ذاتي، مع ان ده مخالف للقانون الكوري، بس هو مش همه حاجه غير الحقيقه. وبعد التفتيش بيقول لآن خلي بالك الست دي مش سهله، ما تثقيش فيها، ولو وعدتك بحاجه قولي لي وانا هتصرف. وبتفتكر كلامهم في الزنزانه واتفاقهم ان هم يمثلوا الحبكه صح، حتى مشهد الضرب في العربيه كانوا متفقين عليه، بس لحد دلوقتي ما نعرفش ايه الشرط اللي موس الساحره قالت لها عليه. اما سيونج فبيكلم المدعي العام وبيطلب منه يعرض المتهمين على جهاز كشف الكذب لانه متاكد انهم بيكذبوا، وزميله في التحقيق بيعرفوا ان آن طلبت توكل محامي، والحقيقه ان اكبر المحامين في كوريا يتمنوا يدافعوا عنها وببلاش كمان، بس هي للاسف اختارت حته محامي لسه متخرج ومحدش يعرفه. وبنشوف آن وهم مودينها تقابل المحامي بتاعها اللي اختارته صغير ومش معروف عشان الرأي العام يتعاطف معاها زي ما مو خططت لها، وبتطلب من المحامي بتاعها يعمل لها قرار لخروجها من المحكمة بكفالة لحد ما يستكملوا التحقيق. فالمحامي بيأكد لها انه هيعمل كده واكيد هيوافقوا عليه، وبيقول لها انه حقها ترفض عرضها على جهاز كشف الكذب، لكن للعلم مو وافقت عليه. وبعدها بنشوفها وهي معروضة على جهاز كشف الكذب، ومحامي آن والمدعي العام سيونج حاضرين الجلسة وبتجاوب عن كل الأسئلة بثبات تام ولا كأنها بتكذب. ولما بتتسأل قتلت كام واحد إجابتها بتكون 4، مع انها لحد دلوقتي قتلت 3 بس. فزيونج بيتعصب عليها وبيسألها عملت كده ليه؟ قتلتيه ليه؟ بس هي بترد ردود دبلوماسية بكل ثبات لدرجة انها ما غلطتش في ولا كلمة، وده بيأكد لهم ان هم مش هيقدروا يتعاملوا معاها بالجهاز ده. وبنشوف الرأي العام كله والاعلام والصحافة مقلوبين بسبب القضية دي، وبيطالبوا بخروج أم السجن بأسرع وقت عشان خاطر بنتها اللي مرمية في الملجأ وهي اصلا مظلومة، وخصوصا بعد اعتراف مو على جهاز كشف الكذب وبيدون النيابة اللي كانت السبب في ظلمها، وان الشعب كله لازم يقف جنبها ويطالب الحكومة بالافراج عنها، وخصوصا انها طلبت افراج بكفالة. وبنشوف رئيس النيابة بيبعت رسالة لسيونج بيطلب منه يستقيل حسب اتفاقهم لان ان طلعت بريئة، والنهارده خلاص بقى اليوم الاخير لها في السجن، وبتغير هدومها وخارجه خلاص، وبتلاقي وسائل الاعلام كلها واقفه مستنيها على الباب لكنها بترفض اي كلام مع اي حد فيهم. وفجاه بتلاقي المحامي بتاعها جاي وجايب لها بنتها واخدها ومشي. اما موفا بتكون قاعده حزينه وبتفتكر الاتفاق اللي بينها وبين آن، وهو انها تعترف بقتل جوزها وتخرجها عشان تقتل واحد كانت المفروض تقتله بس ما لحقتش، وهو ده كان اتفاقهم اللي عملوه هم قاعدين في الزنزانات الانفرادي. ورئيس النيابه طبعا لما شاف الراي العام مقلوب عليهم عمل مؤتمر صحفي عشان يشرح فيه وجهه نظرهم ويهدوا الناس شويه من ناحيتهم. ولما صحفي ساله ازاي خرجتوها بكفاله وانتوا لسه شاكين فيها، ده كده تبقى خطر على الناس، رد عليه بكل هدوء انهم مركبين لها في رجلها جهاز تتبع لحد ما التحقيق يخلص. وفي المؤتمر بيطالبوا باستقالة سيونج لأنه متعسف في إجراءاته، وده طبعا لأنه ضابط سابق، وبعد المؤتمر كرامته بتنقى عليه وبيقدم استقالته، لكن رئيسه بيعرفه انه مش محتاج يقدم استقالته لانه اصلا نقل الاحداث. وبنشوف ان اخيرا وصلت بيتها بعد رحله من المعاناه، وعلى البيت الناس سايبه لها رسائل كتير بتشجعها وبتساندها، وده فرحها جدا الحقيقه. وبعد ما دخلت الباب خبط لقت واحده من المحكمه جايه تتابع الجهاز اللي في رجليها، وعرفتها انه لازم يتشحن ويبعد عن الميه السخنه عشان ما يبوظش، وبتعرفها كمان انه لو فصل وما جاش اشاره عندهم كده بيعرضها للمساءله القانونيه، وممنوع الخروج بالليل او الخروج بره المدينه، ولازم تاخدي بالك من تصرفاتك، وما تنسيش انك متهمه بجريمه قتل ولسه ما خلصتش. وفجاه بتجيلها بنتها تطلب منها اكل لانها جعانه، فقامت تعمل لها اكل والمحامي كمان بيسيبهم ويمشي، وهي بتحضر العشاء لبنتها بتتخيل جوزها معاها وبتحزن جدا. وفي السجن مو الحارسه بتديلها الاكل بتمسك ايديها بتخليها تخاف منها وتترعب، ما هي قتلت قتله بقى وحقها تخاف منها، وادت لها الفلوس وطلبت منها تجيب لها منوم لانها ما بتعرفش تنام طول الليل، وتجيب لها كمان مجله تتسلى فيها. وبنروح لانه بعد ما عشت بنتها ونيمتها الباب خبط، طلعت صاحبتها جايه عشان تعتذر لها انها رمت بنتها في الملجأ، وبتسيبها وتمشي، وهي قاعده لوحدها بتفتكر اتفاقها مع الساحره مو انها لازم تقتل واحد في مقابل انها تخرجها من قضيه قتل جوزها وتعترف على نفسها بدلها. وده خلاها تجيب اللابتوب وتدور فيه على معلومات ابن الدكاتره اللي قتلتهم مو، واخيرا لقت له صوره على النت
وبعد ما بتخلص بتنام. ومو اخيرا كمان نامت وشافت في الحلم كابوس من ذكريات أليمة وفي حد بيأذيها، وده خلاها صحيت مفزوعة. وان كمان صحيت مفزوعة لما حد حط ايده عليها وهي نايمة، فتحت عينها بسرعة لقتها بنتها حضناها. وواضح ان هما الاتنين مش عارفين يناموا من الكوابيس اللي بتلحقهم. والصبح بتوصل بنتها للباص وبتغير هدومها وبتروح السوبر ماركت، وهناك بتلاقي الكل بيشاور عليها انها الست اللي قتلت جوزها، وده للاسف بيضايقها جدا. وبعدها بتروح على المحامي بتاعها وبتسأله عن موعد الجلسة، وهو بيعرفها انه بعد 3 اسابيع، وبيقول لها خلي بالك النيابة مش هتسيبك في حالك، وعشان كده بقى لازم نثبت براءتك وندين الست الساحرة دي. وبنروح على القسم وبنشوف مو، والحارسة جابت لها الدواء اللي قالت لها عليه واتأكدت انها بلعته، وبتبلغها ان مفيش اي محامي راضي يترافع عنها. وبعد ما الحارسة قفلت الباب ومشيت، بنشوفها طلعت العلاج من بقها تاني وخبته في علبة في الزنزانة. وهي خارجة من بيتها بتقابل المحامي سيونج اللي بيتكلم معاها وبيعزمها كمان على الغدا، لكنها ما بتنطقش ولا كلمة طول القعدة، وبترد على قد السؤال، لكنه ضايقها بالكلام زي عادته وفكرها ان هي اللي قتلت جوزها ولازم يثبت التهمة عليها، وده خلاها تسيبه وتمشي. وبنشوف مو واللي اخيرا لقت محامي يدافع عنها ويقتنع بقضيتها، وشكله كده حابب يترافع عنها بالرغم انه دكتور جامعي وناجح وعنده سمعته. والغريب انه اختار القضيه وعارف انها خسرانه، والاغرب انها موافقه عليه، لا ومقتنعه كمان. ووصفت فيه لدرجه انها بعتت معاه رساله الان وطبقتها بطريقه غريبه عشان محدش يعرف يفكها. ما كذبوش لما سموها الساحره. اما انفه لسه بتدور على ابن الدكاتره وشكلها كده وصلت له، لكن مو الآن تكون نسيت اتفاقهم وقاعدة في الشمس اللي مش بتشوفها غير دقايق معدودة في اليوم. وكالعادة الساجنات بيتخانقوا معاها، لكن واحدة بتقول لهم ابعدوا عنها، دي الساحرة الشريرة ومحدش هيقدر عليها. أما أنفة بيكون لسه قاعدة بتراقب ابن القتيل وبتحاول تعرف عنهم كل حاجة، لحد ما بيجي ميعاد خروج بنتها من الحضانة. راحت جابتها ورجعت تكمل المراقبة، وفجأة تليفونها بيرن والمحامي بتاعها بيبلغها إن محامي مو جايب لها رسالة منها ولازم تستلمها بنفسها. راحت له وفضل يحكيها عن المحامي ده وانه مؤلف كتاب في القانون وشاطر جدا، وده خلاها بتستغرب ازاي وافق على الدفاع عنها. واول ما وصل حكى معاها في القضيه وسلمها الرساله وبيأكد لها انه ما فتحش الرساله. وبعد ما بتسيبه وتمشي وهي بتركب عربيتها لاحظت ان في حد بيراقبها، ولكنها ما اهتمتش وبتركب عربيتها وبتمشي وبترجع البيت. وبعد ما بتنام بنتها بتقرا الجواب وبتقول لها فيه تفاصيل اللي هيحصل يوم المحاكمه، واتفقت معاها على الكلام اللي هتقوله، وعرفتها انها مراقباها وعارفه كل تحركاتها. فافتكرت اللي كان بيراقبها وهي مع المحامي، وبتقرر انها تروح للشاب ابن الدكاتره على الرغم ان الدنيا بتمطر. وبتخبط على باب البيت، واول ما بيفتح لها بتغرس سكينه في رقبته، وبكده نفذت اتفاقها مع الساحره. وفجاه بالله صحيت من النوم وشكله كابوس، بس للاسف الكابوس الحقيقي لما لقت بنتها بتنزف والنزيف بيملى المكان والبنت ما بتنطقش، والباب بيخبط. راحت تشوف مين، لقته نفس الشاب اللي بتحلم بيه، وقبل ما هي تموته بيغرز السكينه في رقبتها وبيقف يتفرج عليها وهي بتموت. وما عرفتش تنفذ اتفاقها مع الساحره، وهي وبنتها راحوا فيها، لكنها فجأة بتصحى من النوم تاني وكل دي كانت كوابيس. وبتجري على بنتها تطمن عليها وهي نايمة، وفجأة التليفون بيرن، فردت لقت المحامي بيطمن عليها وبيسألها عن الرسالة، وبتعرفه انها رسالة عادية وبتطمن عليها فيها، وبتعرفها انها تعترف على نفسها قدام المحكمة. وبعدها بتسمع صوت في الشارع، بصت لقت واحد مغطي وشه وبيراقبها. قفلت الشباك بسرعة ودخلت، وبتبص على الباب لقت حد واقف ورا الباب، ولع النور لقته جري. نزل الجري وراه وفضل يبعد وهي برضه وراه مش سايباه. وفجأة الجهاز اللي في رجلها بدأ يدي إنذار لأنها ممنوعة من الخروج بالليل، بس برضه فضلت تجري ورا الشخص الملثم لحد ما شافته في النور، وكان نفس الشخص اللي شافته في المرسم. وفي السجن الحارسة بتروح تودي الفطار لمو، مش بتلاقيها في الزنزانة. السجينة هربت وأجهزة إنذار السجن كلها بتشتغل. دخلوا الزنزانة بتاعتها لقوها عاملة علامة حمراء على صورة المحامي بتاعها ومراته، بس يا ترى ناوية على إيه؟ أما أن وهي بتجري ورا الشخص اللي حاطط القناع على وشه، بتيجي عربية الشرطة عشان تقبض عليها لأنها خرجت من غير ما تبلغهم، وبتفضل تصرخ وبتقول لهم يقبضوا على الراجل الملثم ده لأنه قتل جوزها، بس هما مش بيسمعوا كلامها وبيقبضوا عليها. وبتقاومهم لحد ما بيضربوها وبيغمى عليها وبيودوها المستشفى، بس طبعا مع ضباط الحراسة. أما السجن فبيتقلب كله على مو الساحرة اللي هربت. والغريبة إن هما ما بيلاقوش أي أثر ليها وسط السجينات اللي بيصحوهم من نومهم ويفتشوا كل الزنازين، بس للأسف برضه ملهاش وجود خالص. حتى الحارسة المسؤولة عنها مش لاقينها ومش بترد على التليفون. أما المحقق سيونج فبيكون قاعد في مكتبه وبتجيله مكالمة من المحققة زميلته وبتبلغه إن أن خرجت من بيتها وهي في الحظر واتقبض عليها، وبتقول إنها كانت بتجري ورا اللي قتل جوزها. وفي نفس اللحظة بتجيله رسالة من السجن إن مو هربت، وبيكلموا محامي المدرسة عشان يبلغوه باللي حصل، بس بيجري على البيت الأول عشان يطمن على سون بنتها اللي كانت خايفة جدا من الشرطة، وأخدها وراح لأمها. والشرطي بيكون مصر إنه يعملها محضر عشان خرجت في وقت الحظر، والمحامي بيتحايل عليه عشان ما يعملهاش محضر لأنه هيأثر على القضية وهيخلي موقفها يسوء أكتر. وبرضه راكب دماغه هعمل لها محضر يعني هعمل لها محضر،
لحد ما المحامي بيجيب له فيديو على تليفونه من كاميرات الشارع بتاعها بيثبت انها كانت بتجري ورا حد بيراقبها، وكمان ضباط الشرطه اتعدوا عليها وضربوها وهي بتقاومهم، وده سبب دخولها المستشفى، وانه هيعمل لهم محضر تعدي لو عملوا لها محضر خروج من غير اذن. فكلامه بيخلي الضابط اللي كان عامل فيها 7 رجاله يرجع في كلامه ما يعملش محضر. وبكده بتخلص القصه وبتاخد بنتها والمحامي وبيخرجوا من المستشفى، وهم في طريقهم للخروج بيقابلوا سيونج والمحققه معاه، بس هي بترفض تتكلم معاه، وبيوريها الرساله اللي جات له على الموبايل ان مو هربت من السجن، بس برضه ولا بيهمها وبتسيبه وتمشي، وهو برضه لسه بيعافر ومش بيسيبها في حالها، وبيروح للضباط اللي قبضوا عليها وبيطلب منهم فيديو القبض عليها. فالمحققه بتقول له ان هم لقوا موجوده في السجن، ليه كذب على انه وقال لها انها هربت، فبيرد عليها بكل برود انه حب يربكها ويشوف رد فعلها، وطبعا ده مش غريب على سيونج. وبنروح لمو الساحره اللي كنا فاكرينها هربت من السجن، وطلع انها ما هربتش ولكن لدخل عنكبوت في السجن الانفرادي، والحارسه اللي ودتها نسيت تبلغ بدخولها المستشفى لانه كان وقت تغيير شفتات. اما انفه من كتر القلق ما بتقدرش تروح على البيت غير لما تعرف اللي حصل مع الساحره بعد ما سيونج وترها وخلاها تخاف على نفسها منها. والمحامي بتاعها بيتصل بمحامي الساحره وبيسالها عن اللي حصل، وبيعرفوا ان هم لقوها في عياده السجن ومفيش اي شبهه جنائيه في الموضوع. ولكن الغريب بقى ان كاميرات المراقبه اتعطلت لحظه خروجها للعياده وما صورتهاش، وده اللي خلاهم ما يعرفوش هي فين. وقام بترجع البيت وبتصمم تعرف الحقيقه، وبترسم الشخص اللي شافته يوم حادثه المرسم والشخص اللي شافته النهارده، واخر رسمه لمو الساحره، وبتقارن ما بين ال3 اشخاص وبتبقى حاسه ان هم نفس الشخص. وده معناه ان الساحره هي اللي قتلت جوزها بجد، مش عشان تخرجها لبنتها زي ما عرفتها. يعني معنى كده هتخليها تقتل واحد ما تعرفوش او ترجعها السجن تاني بتهمه قتل جوزها، مع انها هي اللي قتلته فعلا. وبتفتكر اتفاقهم في السجن وانها بتعمل كل ده عشان تحافظ على بنتها اللي لازم تضحي عشانها بأي حاجة مهما كانت. وبصراحة كده قام في وضع لا تحسد عليه، إنما مو الساحرة فأمورها بقت أحسن ونقلوها الزنزانة الجماعية بدل الحبس الانفرادي، وهناك كلهم بيحترموها وبيخافوا منها بعد ما بيعرفوا إنها الساحرة، وبيدوا لها دولاب كمان وبيستسمحوها ما تأذيهمش. أما بقى المحقق سيونج لسه مش راضي يهداله بال وعمال يعيد ويزيد في الفيديوهات عشان يقدر يوصل لحاجة، وفعلا أخد باله من فيديو فيه الشخص اللي كان مخبي وشه وبيلف حوالين بيت آن، وإنه نفس الشخص اللي رسمته بعد موت جوزها وقالت إنه كان خارج من المرسم. حتى أن والمحامي بتاعها بيراقبوا الشخص ده وبيشوفوا إنه دخل المحطة واختفى جواها وسط الزحمه. وبنروح لان اللي جات لها مكالمه وبتروح على المرسم لان الكليه بتكون عاوزه تاخد رسومات جوزها وتعملها معرض عشان يخلدوا ذكراه. وفي المرسم بتفتكر جوزها وكلامهم مع بعض وبتصور لوحاته بموبايلها وبتاخد بالها من صوره ليها مع جوزها موجوده على الموبايل، وفجاه بتنتبه لبنته بتبص لهم وهي بتعيط، وهي نفس البنت اللي كانت مع جوزها يوم الحادثه. وعلى طول بتتصل بيها لكن تليفونها غير متاح، فبتقرر تروح لها بيتها بس برضه للأسف مش بتلاقيها. وجارتها بتقول لها إنها مرت بمشاكل كتير من بعد استجوابها في المحكمة ومن وقتها ما يعرفوش راحت فين. أما سيونج فبيعمل جواب زيارة للسجن عشان يقابل الساحرة ويستفزها بالكلام عشان يشوف رد فعلها إيه، على انها بعتت رساله مع المحامي بتاعها الان وانه اكيد كان في بقيه الاتفاق اللي ما بينهم، ولكن المحامي بتاعها بيرفض طريقه كلامه، فبيقول له طب ما انت كمان متفق مع المحامي بتاعها، وبتساعدوا بعض. وبيعرفها ان ان شافت واحد بيراقب بيتها وجريت وراه، فبتساله مين اللي بيعمل كده، فقال لها ما كلنا عايزين نعرفه مين طبعا، ولكن هي ما بتردش عليه وبتقول له يلا بقى الزياره خلصت. واثناء ما هو ماشي المحامي بتاعها بيروح وراه وبيعاتبه انه كلمها بالطريقه دي وانه حتى لو شكك فيهم مش المفروض يعملهم كده. بس سيونج بيكلمه بطريقه مستفزه لانه بيدافع عن واحده مجرمه زي دي وسابه ومشي. والمحامي بيرجع للساحره وبيسالها اذا كان لها اي علاقه باللي حصل لآن والشخص اللي راح لها قدام بيتها. وقتها بتضحك ضحكه شريره لانه بقى بيفكر زيهم وازاي خرجت من السجن ورجعت تاني، ده اكيد جنان. بس الحقيقه ان المحامي ما بقاش فاهم حاجه خلاص، وبيعرفها ان ان قلقانه جدا ومش مطمنه. وبيخلص وقت الزياره وكل سجينه بترجع لزنزانتها، وتاني يوم بتكون جلسه محاكمه الساحره في قضيه قتل الدكاتره، وقام بتكون مصره انها تروح الجلسه عشان تشوفها، والساحره في المحكمه هي كمان بتدور عليها، لكن المحامي بتاعها بيفهمها وبيقول لها انها في الاوضه الثانيه، حتى جد الضحيه موجود كمان في الاوضه الثانيه. وسيونج طبعا مستحيل يفوت حاجه زي دي وبيكون من اول الحضور. وبمجرد ما بتبدأ الجلسة والمحامي بتاعها بيقدم مرافعته بتبدأ الساحرة تبص للكاميرا وتحرك شفايفها وكأنها بتوجه رسالة لحد. وقتها قام بتفهم الرسالة وبتفهم إنها ليها، ولكن المحقق سيونج بياخد باله من حركة شفايفها وبيعترض وبيزعق عشان الكل ياخد باله منها، وبيطلب يعيد تسجيل الكاميرات عشان يعرفوا بتقول إيه، لكن المحامي بتاعها بيعترض ومش عاوز يعيد التسجيلات. وطبعا هنا الأمر في إيد القاضي واللي أمر بإعادة تسجيل، لكن الساحرة بتقول لهم كنت بقول مفيش وقت بلاش التفكير الكتير. فالقاضي بيطلب منها تفسير معنى كلامها لكنها بتزود الموضوع غموض وبتقول لها إنه كلام عيب وما تقدرش تفسره في المحكمة، إلا طبعا لو عاوزين نفسره قولوا لي وأنا هفسره لكم عادي. وطبعا
طبعا كل ده متوجه لآن اللي ما بقتش عارفة تتصرف ازاي مع ذكاء الساحرة الشريرة ولعبها بالألفاظ، والقاضي طلبت منها تقول اللي قالته، وده آخر فرصة ليها بدل ما تعاقبها. وفي وسط ترقب من الكل أخيرا نطقت وبتقول لهم إنها بتأنب نفسها، وبتعاقبها بالكلام على اللي عملته، وإن مفيش وقت خلاص للندم، وإنها هتريح الكل من شرها وتنتحر. وقتها الكل في المحكمة بيستغرب من كلامها وتصرفاتها، بعكس آن اللي بتموت في جلدها من الرعب وبيبان عليها القلق والتوتر، بس خلاص ارتاحت وشمت نفسها. وبتخلص المحاكمة والساحرة بتخرج وسط حراسة مشددة عشان يرحلوها للسجن وسط تجمع كبير من الصحفيين والمصورين اللي بيتابعوا سير القضية. وفجأة جزمة رجالي سودا اتضربت في الساحرة، فضل يسألوا مين اللي ضربها. وقتها بيخرج من وسط الناس أبو الدكتور اللي قتلته وبيقول لهم أنا اللي ضربتها، وبيقول لها يا ريت تنفذي اللي قلتيه في المحكمة، وهو طبعا إنها تنتحر عشان تخلص الناس من شرها. وبتاخد عربية الترحيلات وبتمشي على السجن. أما أنفة بعد اللي حصل في المحكمة كانت لازم تنفذ الاتفاق عشان ما تغدرش بيها، وبتبدأ تراقب ابن الدكتور اللي المفروض هتقتله عشان تعرف تحركاته كلها، وبتفضل ماشية وراه لحد بيته وبتشوفه بيلعب لعبة على النت. وبعدها بينزل يقابل واحد صاحبه وبياخد منه فلوس كتير، وبيكون قلقان وبيبص حواليه وشكله كده بيعمل حاجة غلط. وفجأة جده بيجي وبيدور عليه وشكله كده ما يطمنش، أما هي فبتسيبهم وتمشي. والمحامين بيكونوا عند معمل الطب الشرعي بيشوفوا النتائج اللي طلعت واللي بتقول إن كان في إزازتين بيرة في مسرح الجريمة، وده طبعا بيأكد كلام آن اللي استدعاها في المركز لمتابعة الجهاز اللي في رجليها. والطبيبة النفسية بتأكد لها إنها لو ما التزمتش بالقوانين تاني هتتعرض للمساءلة القانونية، وإنها لو كانت موجودة في أي مكان وحصلت فيه مصيبة هتكون هي أول المتهمين، عشان كده لازم تبعد عن أي مكان فيه نوش. وبتوريها خط سيرها على الجهاز، وفي الوقت ده بتفتكر إنها بتراقب ابن الدكتور وإنه ده ممكن يتسبب لها في مشكلة. فالدكتورة بتقول لها لازم تحكي لي عن مشاكلك اليومين دول وإيه اللي شغلك، لكنها بتطلب منها إنها ما تتكلمش لأنها مش حابة، وبيفضلوا ساكتين. أما المحامين في الطب الشرعي فبيحاولوا يجمعوا الإزاز اللي كان في مسرح الجريمة وهم بيدردشوا في القضية. وبنرجع لآن اللي لسه موجودة مع الدكتورة النفسية لأن المحكمة محددة لها تحكي معاها لحد الساعة 5، ولكنها ما اتكلمتش لحد ما ميعاد الجلسة خلصت ومشيت. وأثناء ما هي نازلة في الأسانسير شافت اللي ما كانتش تتخيله، ابن الدكتور واللي جاي عنده مراقبة مع المحقق سيونج، واحنا عارفين انه اتنقل الأحداث. ففضلت تبص له وهي ساكتة ونزلت ورا الجراج، ودي فرصتها الوحيدة عشان تنفذ اتفاقها مع الساحرة. بس لحسن حظه في عربية خرجت من الجراج وما قدرتش تعملها، وده خلاها تجيب أكل وترجع للطبيبة النفسية وبتعمل نفسها جاية تصالحها عشان يعني كانت رخمة معاها. وفجأة بتدلق عليها الأكل وبتخليها تروح على الحمام عشان تنظف هدومها عشان تقدر هي تبحث على الجهاز وتعرف بيجي ليه مراقبة في الأحداث. لكن برضه لسوء حظها الدكتورة النفسية بتدخل عليها وبتشوفها وهي فاتحة الكمبيوتر بتاعها، بس فكرتها انها بتقرا التقرير اللي كتبته عنها، فبتسيبها وتمشي جري على بيتها عشان تبحث عن الشاب ابن الدكتور على النت. وبتتفاجئ لما بتلاقيه متورط في قضية جنسية وانه اعتدى على مراهقة وصورها ونشرها على النت. اما انت عيل واطي ابن واطيين صحيح، وفي السجن بيكونوا مودين السجينات يتفرجوا على فيلم في السيما، ده ايه الدلع ده؟ طب ما تسجنونا معاكم. وبيكونوا مخليين واحدة تراقب الساحرة وتلازمها في كل مكان، وده طبعا لانها في المحكمه قالت لهم انها ناويه تنتحر، حتى وهي داخله الحمام الحارسه عاوزه تخش معاها لكنها بتخوفها فبتسيبها تدخل وتستناها بره. وفجاه بتقوم خناقه في السينما بين السجينات والحرس كلهم بيجروا عليهم، وبتخرج الساحره من الحمام والمكان كله دوشه وزحمه وخناقات. ووقتها بتاخد بالها ان في سجينات خاطفين واحده ومكتفينها وبيضربوها لحد ما ماتت، فبتدخل عليهم وفضلت تضربها بقوه على قلبها وكانت بتعمل لها انعاش قلبي، بس هم فهموها غلط وافتكروها بتضربها. ودخلت الحارسه وشافتها بتموتها قامت ضربها على دماغها، ونقلوا الاتنين لعيادة السجن. وهناك لما فاقت الكل بيستغرب وبيسالوها ازاي عرفت الانعاش القلبي، وان الحركه اللي عملتها محدش يعرفها غير دكاتره القلب، وانها انقذت حياتها من موت مؤكد. وهي طبعا كعادتها ما بتردش، والدكتور استنى الكل يمشي وفضل يسالها عن شغلها قبل ما تتسجن وازاي بتعرف الادويه والاسعافات الاوليه، بس هي ما بتردش وبتقول له ما تبطل رغي بقى. وبنروح لآن اللي اكتشفت دليل خطير ضد مو في المرسم لما لقت بقع دم واثر لساعه. اتصلت بالمحامي وجالها واكد لها ان دي ساعه الساحره اللي دايما لابساها وما بتقلعهاش، وكلموا المحامي بتاعها يجيب لهم ساعتها عشان يطبقوها بالمكان. وده خلى الساحره تتجنن وتبعت لها رسائل تفكرها باتفاقهم وبتهددها انها تفضح المستور. والمحامي بعد ما خلص معاها راح يقابل آن والمحامي بتاعها وبيبلغ آن ان الساحره رجعت في كلامها، وده خلاها تموت من التوتر لحد ما المدرسه بتاعت بنتها اتصلت بيها وبلغتها ان بنتها اختفت من الحضانه. وجريوا هم الثلاثه يدوروا عليها في كل مكان، واخيرا بيبلغوا امها في المول اللي في الحضانه انهم لقوها، وبتجري عشان تشوف بنتها بتلاقيها مع واحده، والغريبه انها اشترت لها هدوم وغيرت لها هدومها وجايبه لها اكل وهدايا كمان. والاغرب بقى ان الست دي اللي الساحره انقذتها في السجن، والمفاجاه انها قالت الان لازم تخلص الموضوع اللي اتفقت عليه مع الساحره
يا إما هترجعها تاني. وهي ماشية مع المحامي بتاعها بيمسكها وبيكون عايز يبلغ عنها الشرطة، لكن أن بترفض، وده خلى محامي مو يشك في تصرفاتها. أما الساحرة وتصرفاتها الغريبة فبتستمتع بالمطر في السجن، مع إن الكل مستخبي بسبب العاصفة اللي جاية. ونشرة الأخبار بتبلغ الشعب إن محدش يخرج من البيت لأنه هيكون في خطر على حياته، ودي كانت فرصة أنا عشان تنفذ اتفاقهم. فبتجيب الشاكوش وبتعطل الجهاز، وبعدها بتتصل بالشرطة وبتقول لهم إنها وقعت من على العجلة والجهاز اتكسر لوحده وبيصفر لوحده مش عارفة تعمل له إيه، وسابت الجهاز وتليفونها وأخدت العجلة ومشيت. وبالفعل بتوصل لابن الدكتور وخبطت على الباب، ولما بيفتح لها بتقول له إنها من شركة الغاز وجاية للتصليحات. فبيفتح ويدخلها ورجع لأوضته تاني، وهي بتتسحب بالراحة وبتدخل وراه وبتحاول تقتله، لكنه بياخد باله وبيهجم عليها وبيضربها، ولكنها أخيرا بتقدر تكهربه بجهاز الصدمات بتاعها وبتخنقه وهي بتعيط وكأنها عمرها ما قتلت قبل كده، لحد ما بيموت الواطي. وبعدها بتضربه بالسكينة والنزيف بيملى المكان. بس يا ترى هو فعلا مات ولا هيرجع للحياة تاني؟ وخصوصا انها اول مرة ليها وممكن تكون جرحته بس. وهل كده نفذت اتفاقها مع الساحرة ولا هترجع تطلب منها طلبات تانية؟ وهتعمل ايه مع الشرطة لما تعرف انها قلعت الجهاز في نفس الوقت اللي اتقتل فيه الشاب ده؟ كل ده هنعرفه في الجزء التاني. انتظرونا، سلام.